انواع التمر اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه لانواع التمر، انواع التمر عديده. بتواجد عندنا 5 انواع حاليا. من احسنها هي السوبر جامبو اللي بتواجد بمنطقه عراد البلق الدرومي للشرق السوري الافريقي، طبعا لاسرائيل يعني بالجنوب. وهذا الحلوم ماتوك طبعا معروف حجمه كبر الحبه. يختلف طبعا من نبته لنبته من كيفيه تربيه الاشجار النخل بصفاتها المعينه. طبعا تمر الحلوماتوك يوصف بانه تمر جدا طري عساسي، حب كبير كمان موجود. طبعا بنحطه بحيدر هيك بقى. هنا السوبر جامبو تضاريس الحب الخارجيه بتكون بشكل يعني عواجي، لكن تتحمل درجات حراره معينه. لكن الحلوماتوك هو لكن بنحط بس هيك بقى من حيدر هيك بقى التجميد. طبعا يوجد الكثير من الانواع، منها مثلا بفرجيكم هاي نوعيه التمر اسمها ديك النور. توصف بالتمر الجاف نوعا ما، لكن لها ميزه خاصه في حلاوتها اللي ممكن الانسان ياكل منها اكثر من حبه من دون ما يتاثر او من دون ما يحس بالشبع الموجود عند الانسان. امري حبه كبيره بتلمع لكن برضه ناشفه، توصف بحلاوتها طبعا بس من دون الياف اللي هي كثيره. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام وصى على هاي الانواع اللي الجافه من الميزات اللي بتعطي طاقه لجسم الانسان وبتبقى بتحافظ على الطاقه الموجوده في داخل الانسان. ومنها طبعا الانسان بيقدر يتحمل صيام اكثر عدد ساعات اللي بتساعده على انه ما يعطشش ما يجوعش، وربنا يقدر ان شاء الله الانسان انه يعني يحاول يحافظ على هي السنه اللي مؤكده طبعا من النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. الله يفتح عليكم ان شاء الله. شكرا.